لو سألتك يا صديقي ايه الحاجة الوحيدة اللي ممكن شركة كوالكوم تلوي بيها دراع ابل، هتقول لي المودم والشبكات. بس ايه رأيك بقى لو قلت لك ان ابل خلاص قررت تغامر وتنزل بالمودم بتاعها في الفلاج شيبس بتاعتها وتنهي سيطرة كوالكوم للابد؟ ولكن السؤال بقى، هل ابل فعلا مستعدة انها تستغنى عن شركة هي كانت بتعتمد عليها لاكتر من 15 سنة؟ طب يا صديقي الاول كده عشان نبقى فاهمين ايه هو المودم اصلا. المودم دي هي الشيبايه المحطوطه في الموبايلات المتخصصه للاتصال بالابراج وشبكات المحمول، ودي يا صديقي ملهاش اي علاقه بالواي فاي. طب ايه موضوع بقى كوالكوم وابل؟ الرئيس التنفيذي لشركه كوالكوم اللي اسمه كريستيانو طلع قال قدام المستثمرين كلهم ان مبيعات شركته لابل هتقل سنه بعد سنه. وبرضه يا صديقي عشان تبقى عارف كده ايه باك جراوند سريع عن الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه ده، شركه ابل وشركه كوالكوم عاملين زي الاثنين اللي كانوا متجوزين ورفعوا على بعض قضايا قد كده عشان يتخلعوا من بعض، وراحوا مجرجرين بعض في المحاكم رايح جاي كل شويه. وعشان نفهم القصه دي تعال اقول لك الموضوع من الاول. ابل يا صديقي علاقتها بكوالكوم من 2010 2011 ايام ما ابل قالت لهم انا مستعد ادفع مليارات عشان اخد المودم بتاعكم. بس بعدين على 2016 ابل قررت انها تقسم المجهود ده على شركتين، انتل وكوالكوم. انا هاخد منكم شويه مودمز، على انتل هاخد منكم الشويه الباقيين. جميل. ولكن يا صديقي مع بداية 2017 ابل حست باستهبال جاي من شركة كوالكوم. كوالكوم يا صديقي عندها نظام صارم لبراءات الاختراع، واي شركة كانت عايزة تخش في اتفاقية مع شركة كوالكوم كانت لازم تخش في اتفاقية الترخيص دي وتدفع مقابل استخدام اي براءة اختراع من دول. يعني من الاخر كده يا صديقي، هتدفع عشان تستخدم التكنولوجي بتاعتنا هتعدي، مش هتدفع اطلع بره. هنا يا صديقي ابل حست ان انتوا كده بتحتقروا السوق وراحت رفع عليهم قضيه احتكار. انتوا كده بتبوظوا السوق وبتحتكروا ان محدش يعرف يقف قصادكم. راحت كوالكوم رد عليهم وقالت لهم عاجبكم تمام احنا معاكم، مش عاجبكم مع السلامه وما نشوفش وشكم تاني. طبعا انا بكلمك بالبلدي يا صديقي وبكلمك كده ايه ويا باشا اللي معهوش ما يلزموش. وهنا يا صديقي الحرب بدات بين الشركتين دول، وفضلوا زي ما قلت لك كده زي المتجوزين يجرجروا بعض في المحاكم من 2017 لحد 2019. وكوالكوم مصممه تاخد نسبتها مقابل كل ايفون بيتباع. ولو تفتكر يا صديقي انا كنت لسه قايل لك ايه، ابل مقسمه المجهود على شركتين كوالكوم وانتل. ابل هنا راحت قايله بس انا مش عايز حاجه منكم تاني يا كوالكوم، انا هروح اخد الجزء بتاعي من انتل، بس مش هاخد بقى الجزء بتاعي من انتل، انا هاخد الجزء نفسه بتاع انتل، القطاع الخاص المتخصص ان هو يعمل شرايح المودم انا هشتريه بالكامل واجيب الناس اللي شغاله هناك دول اشغلهم عندي في ابل. وفعلا يا صديقي في ابريل 2019 ابل راحت تدفع 1 مليار كاش لانتل وقالت لها هاتوا بقى القطاع ده عندي كده بحوالي 2000 مهندس يشتغلوا عندي هم اللي هيصنعوا المودم في بيتي. 2200 مهندس و17000 براءة اختراع، وحاولوا يقولوا لكوالكوم انتوا طالق. خلاص بقى هي ريليشن شيب توكسيك يا صديقي، احنا هنفضل رايحين جاي كده شويه كومبليكيتد وشويه توكسيك ولكن يا صديقي اللي ابل ما كانتش عامله حساب عليه ان موضوع المودمز ده غويط جدا جدا. مش عايز اتفه من موضوع البروسيسور، ولكن لو بنتكلم على البروسيسور فلو بطئ شويه او اسرع شويه المستخدم مش هياخد باله. لكن لما تيجي تتكلم عن مودم انت عندك يا لا، انت عندك يا شبكه موجوده يا شبكه مش موجوده، والمستخدم اصلا مش هيشتري التليفون، يا مكالمه بتقطع يا مكالمه بتكمل. عندك حاجات كلها يا اسود يا ابيض، مش زي المعالج ابطا سنه مثلا ولا اسرع سنه. هنا الموضوع خطر، وده معناه يا صديقي ان الشريحه الصغيره دي لازم تبقى شغاله مع اكتر من 300 شركه اتصالات والاف الابراج اللي موجوده في العالم ومئات الترددات المختلفه. وكل ده يا صديقي من غير ما يسخن، من غير ما يقطع، من غير ما يستهلك بطاريه زياده. والا يا صديقي كنت هتلاقي ان صناعه المودمز دي حاجه منتشره جدا واللي بينافسوا كوالكوم كتير، صح؟ وخلي بالك برضو من حاجه تاني، كوالكوم عندها اكتر براءات اختراع في حته الشبكات والمودمز دي. فالمشكله هنا ان لو ابل غلطت واستعملت حاجه من بتاعه كوالكوم هتروح قايله لابل تعالي بالايفون بتاعك اللي انت مطلعاه دي سرقه، اقطعي كل خط الانتاج بتاعك دلوقتي حالا. طبعا يا صديقي في وسط المأزق ده ابل راحت لكوالكوم وقالت لهم انا راضيه بالتسويه وهرضى ان انتوا تاخدوا نسبتكم مع كل ايفون يتباع، ولكن لمده محدوده. وفضل يا صديقي مشروعها اللي شغال في السر على جنب، اللي هو ايه، بعد ما اشتروا شركه انتل سنه ورا سنه ما سمعناش اي حاجه لحد لما وصلنا ل 2025 تنزل ابل باول شريحه مودم ليها لاول مره، شريحه السي 1 اللي كانت موجوده صديقي في ال16 اي. فين؟ في ال16 اي، يعني ما نزلتش في الفلاج شيب، نزلت في الموبايل البادجت. وبعدها في نفس السنه ينزلوا بشريحه جديده اسمها السي 1 اكس
في الموبايل ال17 اير. طب زي ما انا قلت لك يا صديقي، هي نزلت في الاير ونزلت في البادجت اللي هو ال16 اي. ليه ابل ما نزلتش بيه في البرو على طول زي ما جه في دماغك بالظبط؟ ابل كانت لازم تجرب المودم بتاعها في موبايلات اقل عرضه للخطر في الاول، وبعد سنه او اكتر من البيانات الكامله نقدر نقول يلا بينا ننزل على الفلاج شيب على طول. وابل هنا يا صديقي اتاخرت عشان كانت بتفكر بطريقه مختلفه، بتفكر ان انا لو عملت الشريحه دي في بيتي زي الام والاي والشرايح اللي انا بعملها في بيتي فتبقى متوافقه مع بقيه الجهاز، ازاي تبقى سريعه وازاي تبقى اوبتمايزد زي ما كل حاجه في الاي او اس اوبتمايزد. والنتيجه فعلا يا صديقي ان ابل قالت ان ده كان اكفأ مودم اتحط في ايفون من ناحيه استهلاك الطاقه، وان ده كمان هيتسبب في ان عمر بطاريتك هيطول اكتر بكتير. ابل هنا يا صديقي مش بتهزر، ابل بتقول لكوالكوم خلي بالكم انا جاي، انا مش حاطه المودم بتاعي في فلاج شيب، ولكن انا بوريكم ان انا لما بعمل حاجه بتبقى اوبتمايزد على جهازي اللي هيطول في عمر بطاريته. ده غير يا صديقي الميزه اللي محطوطه في ال16 اي وال17 اير، لو انت لاحظت حاجه اسمها ليميت بريسايز لوكيشن، ودي مش موجوده غير في الجهازين دول بس اللي بيستعملوا المودم بتوع ابل. ودي بتعمل ايه بقى؟ دي ميزه بتمنع شركات الاتصالات انها تعرف تحدد موقعه من خلال ابراج الشبكه، ودي مش هتلاقيها في اي ايفون غير الاثنين دول. وابل عشان تضمن اعلى كفاءه قسمت المودم ده لشريحتين صغيرين، واحدة 4 نانومتر وواحدة 7 نانومتر، واحدة اسمها البيز باند والتانية ال7 نانومتر اللي هي اسمها ار اف ترانسيفر. وكل التقارير اللي موجودة دلوقتي بتقول ان في مودم اسمه C2 هينزل في الفلاج شيبس بتاعت ابل في الايفون البرو والبرو ماكس والعادي كمان. بس استنى، انت تقصد كده ان ابل خلاص كسبت كوالكوم ومش عايزين منكم حاجه تاني وخلاص ابل حطت على كوالكوم؟ لا يا صديقي، مش بنسبه 100%. كوالكوم عندها حاجات مش موجوده لحد دلوقتي عند اي حد تاني، زي مثلا تقنيه اسمها ويف. ويف دي اسرع تكنولوجي في ال5G، بتشتغل على ترددات عاليه جدا جدا عشان تديك سرعه انترنت خرافيه، ولكن يا صديقي عيبها هو مداها القصير، وكمان تبقى متوافق مع جميع شركات المحمول والاتصالات في العالم كله. دي يا صديقي مش حاجه سهله، وكوالكوم ما وصلتش للنقطه دي بسهوله خالص. ولو فعلا المودم اللي اسمه C2 قدر يحقق كل ده فده معناها ان ابل انتصرت في الحرب فعلا. الخلاصه يا صديقي ان ابل بقالها 6 سنين بتحاول تتخلص من كل الشركات اللي بتصنع لها اي حاجه في الجهاز بتاعها، ولو عرفت تخرج من تحت عبايه كوالكوم فابل هتقدر توفر مليارات الجنيهات بسبب الحركه دي. ده غير طبعا التحكم الكامل في الجهاز بتاعها والسرعه والبطاريه زي ما قلت لك والابديتس وكل حاجه. لكن في نفس الوقت يا صديقي هتفضل تدفع ثمن براءات اختراع مفيش حد وصل لها غير كوالكوم. فهل هنشوف بقى كمان شهرين المودم C2 نازل في ال18 وال18 برو وال18 برو ماكس، ولا هنستنى عليه سنه كمان؟ واخيرا يا صديقي وليس اخيرا، لو ما كنتش لسه شفت الحرب اللي بين ابل واوبن اي اي فما تنساش تشوف الفيديو ده، ولو ما كنتش شفت ازاي شركه هواوي ضحكت على الفيزياء فما تنساش تشوف الفيديو ده. واخيرا اللايك والشير والسبسكرايب واكيد كمان، واشوفكم في فيديو جديد.